الحقد ده بان عشان صلاح خرج مصاب. ده ما ضيعش فرصه عشان ان انتوا تذبحوا. كابتن ده المشكله بقول لك انه هرب. والنبي بقى يعني واحد زي صلاح ده ما ضيعش فرصه. طب امال تقولوا ايه بقى على الشناوي النهارده؟ هتقول لي ايه؟ لا، ما الشناوي بقى الجون منه، وخلي بالك ده من فتره يصد كوره يوريك ان هو مصاب، يصد كوره بعديها لازم يقع. قصدك ايه يعني؟ واخد بالك؟ ما لو لعب الماتش اللي جاي يبقى هو اللي بيهرب مش صلاح. بص انا مش عايز ادخلها كده ولاعيبه منتخبنا كابتن. بص صلى على النبي. احنا بنتكلم دلوقتي على الملأ وبنتكلم بما يرضي الله. لو هو مصاب يبقى الماتش اللي جاي ما يلعبوش. واخد بالك؟ مصاب وفعلا خرج مصاب يبقى ما يلعبش الماتش اللي جاي. ماشي؟ لو لعب الماتش اللي جاي لا يبقى هو اللي بيهرب، ما حدش دخل معاه. ده الكره اتشاطت صدها للراجل، الراجل رقص وقام جه حاططها. ما حدش دخل معاه، ولا نقول مثلا حد عمل تاكلين زي الكره مثلا بتاعت ياسر ابراهيم اللي هي كانت في ماتش اورواوا او واخد بالك. بس عشان في فصيل وظهير في ظهره ما يقدروش يقولوا كده. واخد بالك؟ زي الماتش اللي فات الدنيا هاجت على صح هرب. انت لسه بتقول 21 يوم. ما كله للاسف. بص انا اعذر الجماهير، اعذر الجماهير لان طبعا لا لعب كوره ولا مروا بالاصابات دي. يمكن انت امبارح كنت بتقولها للناس اللي كانوا معاك، يا جدعان اللي لعب كوره غير اللي ما لعبش. لان انا ببقى حاسس كوره زي دي ممكن ان انا اقعد فيها شهر وشهر ونص، ده ما بيحصلش. صحيح. وانت ما كنتش تعرف، ونوع عضله لعيب مختلفه عن لعيب اخر. واخد يعني في لعيب ممكن يخف في اسبوع، وانت ما كنتش تعرف ان وكيل اعماله طلع وقال من 21 ان ده لسه احنا بنعرف النهارده. وغير بقى لما يروح للدكاتره هناك وهم يشخصوا بجد بقى وتبقى الحاله تحت ايديهم. فطبعا اشباه المحترفين اللي كله بيصفي حسابات وكله اصلا كان بيلعبوا في دوريات اقسم بجلاله الله ما حد يعرف عنها حاجه، اللي طالع يقول لك احنا عملناها قبلك، والتاني يقول لك لا 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 ده انا لو رجلي مقطوعه. يا جدعان ده هي كنز واكل عيش ورجليه. وبعدين الراجل ده مش هو اللي بيهرب، هو ده حتى لو ضيع ضربه الجزاء بتاعه موزمبيق عمره ما هيهرب. واخد بالك؟ لان وارد. انما هم مش لاقيين حاجه بقى يا عم فاروق، ما عرفوش يخونوه. انا هستلف اللفظ ده. لا هستلف. لا اسمع بس. لا اسمع بس. هستلف اللفظ ده من السيده الفاضله مدام هويده مزاهي، وقالت لك ما عرفوش يخونوه دلوقتي بيخونوه. ما ينفعش ان صلاح يتخان، ما ينفعش. ومن اقرب اللعيبه، سيبك من الاعلاميين، في اعلاميين ما لعبوش كوره ماشي لهم العذر، انما مش لعيبه واحترفت في دوريات ما نعرفش عنها حاجه ويجوا هم اللي يقطعوا. لا اصلا ما انت كان شرف ليك تلعب منتخب مصر لانك انت مش في دوري اصلا. انت ما عدتش على دوري زي ليفربول، ما عدتش على نادي زي تشيلسي، ما عدتش على الانديه الكبيره روما وما اعرفش واخد بالك وفرونتين. لا ده راجل. بعدين ده راجل جايب 200 هدف في الدوري. ده انت هنا اللي بيجيب 100 هدف على السويس وعلى جمهوريه شبين وعلى بلديه المحله وعلى المحله والفرق دي يجيب 100 هدف يا دخل نادي ال100. ده الهدف بتاعه ب 100 هدف، الهدف الوحيد ب 100 هدف. واخد بالك؟ وعايزين يضيعوا لا اسطوره غصب عن اي حد. وانا بقول الكلام ده عذرا للجماهير، جماهير ما لعبتش كوره فما تعرفش، لان انساقت ورا الناس اللي هي من قبل البطوله وهي هرياه وهي دايسه عليه. الحمله ممنهجه يا عم فاروق من يوم 7. لا كمان زمايله حاسين من يوم 7 اكتوبر. اسمع الكلام مره لا يطلع يتكلم، لا ما يتكلمش، واتكلم ليه؟ ولما عرف ان هو دفع كله حط لسانه في بقه.